دايما كل ما بدي افتح الكاميرا لازم اكون مبتسم، ما بعرف ليش. والله العظيم بيكون هيك صار معي مليون شغله. اول ما حط الكاميرا هيك وبلش تسجيل ما بعرف لحالي بصير بضحك وبنسى كل شيء، بصير بركز بالفيديو. هو الصراحه يعني انه انا وعدتكم انه ننزل اليوم يوم لا، فهلا مالي قدران او مالي نفس اني صور ردة فعل على اي حدا او اعمل اي فكره تانية، فبس انه بدي نزل فيديو، بدي احكي لكم حاليا شو عم بيصير معي فقط. الفيديو هذا ما بعرف شو هو بصراحة، يعني ما بعرف ليش قاعد عم سجل هذا الفيديو. هو يعني أنا وعدتكم إنه ما بدي أقطع عن القناة، فإنه هلا مالي نفس بصراحة وما لي خلق إني أعمل ردة فعل على حدا، وبنفس الوقت ما بدي أقطع يعني عن القناة، فما بعرف هذا الفيديو لشو. بس هذا الفيديو أنا متأكد راح يكون مختلف كليا عن كل الفيديوهات اللي عملتها، وشخصيتي راح تكون كتير متغيرة عليكم، يعني ما مثل الشخصية اللي أنتم شايفينها بالعادة بالفيديوهات. فإذا أنت فايت على هذا الفيديو بغرض إنك تضحك أو تتسلى، فأنا بنصحك تطلع من الفيديو كلياته، لأنه هذا الفيديو بالمرة ما راح يساعدك على هذا الشيء. المشكلة ما عم بعرف شو بدي أحكي وما بعرف شو بدي ابدا، يعني انا متعود خلص بس افتح الكاميرا هيك مثل هلا مو شايفين وشي وكون مبتسم وقاعد عم بعمل ردة فعل ومدري شو، فما بعرف صراحة شو بدي احكي. بصراحة اكثر من شغلة بدي احكيها. هلا كنت عم بستنى درع اليوتيوب لحتى يجيني لحتى احكي لكم اياها، على اساس هو على اساس مثل حلم، يعني انه يكون الدرع معي يعني، وعلى اساس عملت انجاز، فبدي احكي لكم شو الانجاز الثاني وشو الشيء اللي انا بدي احلم فيه لبعدين. بتعرفوا يا جماعة الخير، اول ما وصلت 100,000 قسما بالله انه انا ما حسيت بشيء، والله العظيم ما بعرف، يمكن اغلبكم يستغرب بس انا فعلا ما حسيت بولا شيء. يعني لا انبسطت ولا زعلت، ما هيك، ما حسيت بشي. ما بعرف اذا هذا الحكي لازم احكيه على اليوتيوب ولا لا، بس انه ما انا فعلا بدي احكي اكون صادق يعني معكم، انا ما حسيت ولا شيء. انا حرفيا هلا اي انجاز اي شيء عم يصير بحياتي انا ما عم حس بولا شيء، يعني حرفيا مثل واحد عايش بوهم ما عم يحس باي شيء بالدنيا. ورجاء رجاء رجاء هذا طلب خاص، انه لا حدا يكتب لي بالتعليقات ولا حدا يزود علي بالحكي، يعني لا حدا يكتب لي نصايح ومدري شو، يعني انا الدنيا عالكيتني وبازقتني 100 مره، فالكلام اللي عم تحكوه كلياته بعرفه، فمن بعد اذنكم يعني لا حدا يكتب لي نصايح، اكتبوا لي بالتعليقات اي هيك شيء ما له علاقه بفكره الفيديو كلياتها، شيء هيك مثل ما بتكتبوه بالعاده، اول تعليق ثاني تعليق مدري شو، لا تكتبوا شيء له علاقه بالفيديو هذا، لا تكتبوا لا تعليق ولا تحطوا لايك ولا تحطوا ديسلايك ولا تعملوا اي شيء، يعني حرفيا بس طلعوا على الفيديو اللي كمان قلت لكم فايت الضحك يطلع من الفيديو كلياته، الفيديو مو لك. يعني أنا بعرف يمكن أغلبكم يستغرب إنه أنت موصل لل100,000، يعني هذا ال100,000 بصراحة قبل 3 سنين أو 4 سنين كان مثل حلم إلي، قلت لكم أنا كيف كانت بدايتي ولما كنت صغير شو كنت أحلم أوصل ومدري شو، فكان 100,000 يعني شيء كتير كبير بالنسبة لي، بس بصراحة لما وصلت ما حسيت بولا شيء. مو بس 100,000، أنا في كتير شغلات بحياتي حاليا عم تتحسن للأفضل، بس أنا فعليا ما عم حس بولا شيء. أنا فعليا لما عم فيق من النوم بس عم بستنى الوقت لحتى يخلص، لحتى أرجع أنام مرة تانية، لحتى يخلص اليوم كلياته. أنا والله شايفين هذا الفيديو يعني يمكن هلا لحتى عم حس حالي إنه أنا زعلان، يعني مكتئب بالمشرمحي. يعني أنا قبل هالفيديو مثلا امبارح، بدك تحكي امبارح ولا قبل شهر كمان، أنا مالي حاسس بولا شيء قسما بالله. هلا بتسألوني عن امبارح بقول لكم ما بعرف امبارح شو عملت وما بعرف شو المرة امبارح أصلا، يعني حرفيا عايش مثل هيك بوهم ما عم حس بولا شيء، يعني مثل ما قلت لكم اليوم بيبدأ وهيك بس بدي اياه يخلص بأسرع وقت. مشكلة أنا بصراحة ما بحب أعمل هاي الفيديوهات، لأنه أنا ما بحب قارن بصراحة، يعني حاول أكون كتير أنا أحكي لكم الشغلات اللي جواتي، تمام؟ هذا الفيديو كتير رح أكون منفتح، يعني رح أكون منفتح من الداخل، يعني رح أحكي أي شيء أنا بفكر فيه. حتى هذا الفيديو مالي حابب أعمله بصراحة، ويمكن إذا نشرته على القناة كمان ما يطول بالقناة، لأنه أنا ما بحب مثلا أنا هلا قاعد عم بحكي لكم هذا الحكي يجي واحد بالتعليقات مثلا أو يجي حدا يقول لي إيه أنا كمان نفسك وأنا مكتئب ومدري شو، أنا ما بحب هذا الحكي كلياته، لأنه في شيء جواتي يعني ما حدا بيعرف فيه غيري، لك حتى أنا مثلا أحيانا ما بفهم على حالي، فأنا ما بحب إنه مثلا أحكي هذا الشيء أو أحكي هذا الشيء لأي حدا برا، مشان ما يجي لي إيه أنا كمان هيك وأنا كنت مكتئب وأنا عملت هيك ومدري شو، أنا ما بحب هذا الشيء، فمشان هيك عم لكم بعد كل حدا يكتب شيء بالتعليقات. يعني حتى صدقا هذا الفيديو انا قلت لكم يعني والله كثير متردد اني انشره حتى، بس هذا الفيديو ان شاء الله اذا انتشر وبعدين بعد فتره اكيد راح احطه خاص، هذا الفيديو ما راح يطلع على القناه على الاغلب، يعني هذا الفيديو ان شاء الله راح يكون هو فيديو راح اشوفه بكره بالمستقبل ان شاء الله. الحلم اللي بدي اعمله بعد ما اطلع من هاي الغرفه، هاي الغرفه يا جماعه الخير اللي ما شفت حرفيا يوم فرح فيها، يعني ياما مثلا انعزلت بهي الغرفه، هذا الحكي عم بحكي لكم كله قبل اليوتيوب وهلا مع اليوتيوب كمان، يعني هذا الحكي مو من شهر وشهرين، يعني انا الحمد لله من اول ما وعيت على الدنيا وانا مالي مبسوط، ما بعرف بحس هذا الشيء الله حطه جواتي مشان بعدين ارتاح، يعني اتعب على حالي هلا مشان بعدين ارتاح، ما بعرف ايش عندي يقين بهذا الشيء انه انا اخر شيء رح ارتاح كثير بحياتي، يعني بحس انه هذا الشعور الله ما حطه جواتي، يعني بهالعمر اللي المفروض يكون الواحد برا طايش وعم يعمل وهمه بس يفرح ويكمل يوم ومدري شو، انا لا، انا حرفيا يعني عايش، ما بدي هلا احكي كلمه ثانيه، ما بعرف يعني قلت لكم انا عندي احساس وان شاء الله الله ما راح يخيب ظني، يعني
يعني الله ما حط هذا الشعور جواتي لحتى يشيله هيك بكل بساطة. بنفس الوقت أنا بعرف إنه أغلب السوريين يعني اللي ساكنين بأوروبا أو بالغربة، أنا بعرف إنه نسبة 90% منهم هن مكتئبين كمان. بس أنا قلت لكم أنا ما بحب حدا يقارن حاله فيني، لأنه أنا الشيء اللي جواتي غير الشيء الاكتئاب اللي العالم تكتبه بالعادة يعني. بس إنه إيه فعلا يعني أغلب السوريين وبنسبة أكثر من 90% كمان إنه مكتئبين، أو مو بس سوريين يعني بشكل عالم العرب أو العالم يعني الغريب اللي طالعة من بلدها اللي عايشة بأوروبا مثلا. يعني بعرف إنه أنتم أغلبكم إنه بيقول إنه أوروبا جنة ومدري شو، بس إنه هذا الشعور فعليا ما حدا رح يحس فيه غير اللي عايش هون بألمانيا. إنه هي البلد يعني أنا الحمد لله صحيح البلد كتير بحبها، يعني هي البلد اللي سكنت فيها من لما كنت صغير وحوتني أنا وأهلي بفترة ما كان في ولا بلد عم تحوينا فيها. لكن هي البلد أنا على فكرة حلمي يعني حلمي الكبير إني أطلع من هي البلد وأستقر ببلد تاني، وإن شاء الله إذا زبطت سوريا يعني خلصت المشاكل كلها تكون ساكن تحت. أنا لما أحكي هذا الحكي لحدا بيقول لي شو تنزل على سوريا وتترك أوروبا، حدا بيترك أوروبا وبينزل على سوريا. لكن يعني الحمد لله أوكي ما بقولكم في هون نعمة الأمان، إنه هون مستحيل يصير لك شيء، يعني حقك ما بيضيع وأمان الحمد لله أمان موجود بوين ما رحت. لكن هون ما في راحة بال، يعني الواحد بيضل مكتئب وعايف حاله. ما بدي كتير اتعمق بهالقصص، يعني العالم اللي ساكنه هون بتعرف شو قصدي. بس انا قلت لكم يعني انا حلمي حرفيا اني اطلع من هي الغرفه واطلع كمان من البلد كلياتها هي. يعني انا بس بدي انه انا فعلا اعيش انبسط. يعني انا بدي لما اكبر مثلا او بعد كم سنه اشوف هذا الفيديو اقعد اضحك على حالي. انا بدي اوصل لهي المرحله انه اشوف هذا الفيديو واقول انه عن جد انت كنت مكتئب بهي الفتره ومدري شو، اقعد اضحك على حالي. واشخاص كتير كمان راحت من حياتي، هي كمان بحسه شعور من الله اجاني مشان اكون لحالي مشان اكون قوي. ما بعرف ليش انا يعني دائما لازم برر هذا الشيء اللي عم يصير معي، او مو برر هذا الشيء، ما بعرف ايش بيجيني هيك احساس او يقين من الله يعني انه هذا الشيء كلياته لخير. يعني انا اياما مثلا في ايام انا لحالي فيها ما في حرفيا ولا واحد جنبي، لا كان رفيق ولا كان اي حدا، مع انه اغلب العالم اللي بعرفهم يعني بيعرفوا انه انا بشو مارر يعني، بس انه ما في اي ردة فعل. مو لانه هن اشخاص سيئين، يمكن لانه انا في حدا سمعني هي الكلمة انه انا مشاكلي كتيرة، وهذا الحدا كان كتير غالي علي، يعني انه قال لي انه انت مثل مشاكلك كتيرة وما عم تخلص ومدري شو. يعني حتى كمان نصحني انه يروح على دكتور نفسي. هو هذا الشخص كمان نفسه كمان ما ضل معي رغم قديش انا بحبه، كمان هذا الشخص كمان راح. يعني قلت لكم حرفيا انه ما في شيء بحياتي عم يزبط. انا قسما بالله قاعد هلا عم هيك اجتني لحظة ادراك وانا قاعد عم بحكي انه انا شو عم بعمل شو عم بحكي ما بعرف. يعني انا حرفيا لما لكم فعلا مالي حاسس على شيء، انا فعلا مالي حاسس على شيء. انا والله لما اجي صور فيديو، انا مشكله ما لازم احكي هذا الحكي باليوتيوب، بس انا فعلا لما اجي بدي صور فيديو بحس مثل عم بلبس قناع. يعني انتم شفتوني ما بعرف اول ما بدا الفيديو بسرعه ابتسمت هيك، بحس في قناع التبس بسرعه اول ما شغل الكاميرا. حتى كمان لما اطلع لبرا وحتى لما اطلع من باب الغرفه انه هيك لازم البس قناع انه العالم كلها تشوفني عم بضحك ومبسوط ومدري شو. ومثل هذا التوقيت تقريبا برجع على الغرفه يعني مثل اللي بشيل القناع وبقعد مع حالي. حتى قسما بالله قلت لكم صار لي يمكن اكثر من شهر شهرين انا مالي قاعد لحالي، انا ما بدي اقعد لحالي. يعني عم بروح على الشغل، عم برجع من الشغل ما عم باكل منيح، كمان عم بطلع لفوق مشان صور يوتيوب. بعد اليوتيوب عم منتج الفيديو مثلا عم بكون مطروح. حتى هي الفترة الطرحة اللي بدي روح نام فيها على الفرشة بكون شاغل حالي بأي شيء، ما بدي اقعد هيك مع حالي دقيقة دقيقتين، مستحيل ما بدي. بس يمكن اليوم ما بعرف ليش قعدت او مو قعدت، ما بعرف بصراحة ليش جاني هذا الشعور، مع انه حاولت كتير اتهرب منه بس ما قدرت، مثل هيك لقطني يعني. بس تعرفوا انا متأكد انه رح يجي يوم وشوف فيه هذا الفيديو ورح كون انا واصل للشيء اللي انا بحلم فيه طول عمري، والشيء اللي رح يخليني مبسوط اطلع من هالمكان كلياته اللي انا فيه، هالمكان اللي ما كان فيه اي حدا معي، اللي ما كان فيه ولا شخص، اللي كانت تجي ايام كتير مثلا ما اكون في اي حدا احكي معه، مثلا اقعد واحد يفضفض لحدا مثلا. كتير اجت ايام فعليا ما في هذا الشيء، حتى يعني انه الواحد بس يحكي ما فينه حتى يحكي. فانا هذا الشيء جواتي كتير غير فيني. انا شخصيتي انتوا هلا بتعرفوا اوكي على الانترنت الواحد شخصيته غير الواقع، بس انا شخصيتي مثلا لما كنت صغير او مو صغير، مثلا لما كان عمري 16 17 سنه انا كنت شخص يعني اوكي ما انا ما شخص سيء هلا، بس انا شخص كتير كنت طيب، يعني شخص كتير يعني مثل مو طيب مثل درويش كنت. بس عقد ما شفت مواقف وشفت عالم يعني انه لا غيروني كتير بصراحة. يعني ما كان فيني ضل نفس ما انا، حتى غير مثلا انه يصير مع العالم شخص حربوق ومدري شو. انا في شغلات جواتي كتير تغيرت عن قبل، شغلات بصراحة انا من جواتي كتير بكرهها. يعني اللي بيشوفني مثلا من قبل اوكي مو كل شخص رح يعرفني، بس اللي بيشوفني من قبل بيقول مستحيل هذا عبد الله هلا. انا قلت لكم يمكن هاي الشغلات اللي عم تصير معي كلياتها لحتى تقويني، الله عم يبعث لي هذا الشيء لحتى يقويني، لانه قلت لكم اجت عالم على حياتي يعني مو طبيعي. انا مثلا لما
بحب حدا عن جد مثل خشوع بيكون، يعني انا كثير بحبه، كثير ببالغ بهذا الشيء، وفعليا في اكثر من حدا بحياتي يعني انا كنت كثير بحبه وفجأة راح. فما بعرف ليش اغلب العالم لما راحت اجاني هذا الشعور انه الله عم يعمل هذا الشيء جواتي مشان بس اني يقويني، ما خليني ارتكي على ولا واحد. وانا متاكد يعني بعدين انه ان شاء الله هذا الشعور اللي جواتي اذا صار انه كل هالعالم راح تقول لك انه عبد الله غيرته المصاري، او كان قاعد عم بحكي شغلات للمستقبل، بس انا عم لكم شو متوقع بعدين، يعني انه عبد الله تغير والشهر غيرته ومدري شو. بس انه انا بهي الفتره اللي انا فعلا كان لازمني حدا، ما كان في ولا واحد، فانا راح اكون كتير بنظر العالم يعني بعدين شخص سيء. هن هيك بشوفوني، حيشوفوني يعني. تتذكروا يا جماعه الخير بفيديو اسالني، اظن اخر فيديو اسالني عملته، قلت لكم انه انا كتير بحب اني اعمل اغاني. انا فعليا يمكن الاغاني يمكن اكثر شيء رح اقدر اعبر فيه عن الشيء اللي جواتي، وهذا الشيء كتير كان رح يريحني يعني. فبالمستقبل ما بعرف اذا بعمل ولا لا اغاني، بس انه هذا الشيء كتير كان رح يريحني. يعني بحس انه بالاغاني يمكن اكثر مكان فيني احكي فيه شيء اللي جواتي انا، مو انه اعمل اغاني مشان الشهرة ومشان المصاري. انا والله كان هدفي الاول بالاغاني انه انا احكي الشيء اللي جواتي فقط. فما بعرف الله شو بكتب لنا لبعدين، وما بعرف هذا الفيديو يمكن اندم اني عملته او حتى ما انشره كمان، ما بعرف صراحة. لكن الحمد لله يعني، طبعا انا الحمد لله يعني مشان ما في حدا يفكر انه لازمني شيء، الحمد لله يعني الله منعم علي بكل شيء، يعني الحمد لله مو ناقصني ولا شيء. لكن قلت لكم القصه اللي صار انه كل شيء عم يجيني، لكن انا ما عم حس بولا شيء، ما عم حس بقيمه الشيء اللي عندي حرفيا. بعد الخيبات وبعد المشاكل وبعد القصص اللي صايره خلتني شخص عن جد بلا احساس، يعني شخص ما عنده لا احساس ولا مشاعر ولا حاسس بغيره، هو بحاله مو حاسس لحتى يحس بغيره. كثير كمان اخر فتره سمعت هاي الكلمه انه انت ليش هيك صاير ومدري شو، ما شو بدي احكي. لان حتى اخر فتره حرفيا ما عم بحكي مع حدا، عم بتهرب من الكل، ما بدي احكي مع ولا حدا. عم برجع مثلا من الشغل عم بعمل يوتيوب، قلت لكم بس بدي يخلص يومي بسرعه، بدي نام، بدي فيه مشان ثاني يوم ارجع انام بسرعه مشان ارجع فيه، هيك حاب بروح ايامي كلياتها، يعني حرفيا مثل قاعد عم بهرب بالنوم انا بس. فبس ما بعرف هذا الفيديو شو فكرته، شو معناه. انا ما بعرف اذا انتم حدا رح يفهم الكلام اللي عم بحكيه، لانه في كتير كلام كمان انا بعرف انه ما حكيته او ما قدرت اشرحه حتى، لكن ما بعرف. فبس رح انهي الفيديو لهون. دمتم ودام الوطن ويعيش الشعب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.